قامت دولة فضائية بتوجيه ضربات جوية موجعة لقواتنا البطلة، فتكبدت قواتنا الباسلة خسائر فادحة. وقد ذكر ناطق عسكري أن قواتنا البطلة لم تلحق أي أذى بالقوات الغاشمة، فهم ضيوف وواجب الضيافة يحتم عليها عدم الرد. ليك هاي انت شن طلعك برا؟ ما تشوف الدنيا محترقة وقت لعب هسه؟ وين اللعب؟ مخلي عينك علي؟ ماكو واحد العب وياه، الناس كلها نسبت للعرب، حتى بيت دعبوس عم تفرعوا. لك حموسي تعال طب جوا لا يجيك صاروخ. طبوبي جوا طبوبي. عمي حنش شنو الموضوع؟ نشرد لو نبقى اشوف الاخبار مليوصة. والله يا يما المبلل ما يخاف من القصف. قابل هي اول حرب ده قعدي وسكتي، اللي كاتبه ربك يصير. يا معودين، احنا مو متفقين تهمونا اذا تعاركنا، اقصد اذا واحد هد علينا، يعني شلون اذا يشوفونا شاره. Take it easy, Mr. Spayeh. As you know, I'm just an employee here, but I will call Mr. President and ask him. Who's call me at this time? Yeah? Hello, Mr. President. Our stupid friend Spayeh is here, and he asked us to help him in his war. Tell him that our promise were just ink on paper. Listen, bring our staff there and come back home quickly. We are not a part in this war. بشر، ايش قال لك؟ He said that's not our job. يابا يقولون الجيش يتفلش تفليش على الباقلة، ايش تحجون انتو؟ هذول اصبعهم ليزري. سألنا عدنان ابو الجداحات وقال كل شو ولا الليزر يحرق حرق، مو هو جداحاته كلهم الليزر مو متشرخ. انبطحوا. راح نموت، راح نصير تشريف. لا تخاف سيدي، الطفرة أنا مرتبها. شلون؟ هاي عوف علي. صرت شاطر وسحبت الغاز مال آخر دبابة عندنا قبل لا تحترق، ودرتها بالنيسان ديزل مال ابن عمي، لأن هاي راح نطفر بيها. سيدي ماكو غير هاي الطريقة، وإن شاء الله ما نختلف على الكروة. يا أبناء الشعب الغيارى، لقد قامت القوات الغازية بدحر جيشنا الباسل عن بكرة أبيه، ولم يعد هناك جيش يدافع عنكم. ابرونا الذمة، والله ولي التوفيق. لا هاي هي انتصرنا. طهي بهي هسه حلت الطفرة، لازم نطفر. وين رايحين انتو عايفين البلد؟ ما يصير، يعني هم راح نستسلم ويجينا محتل جديد ويحوسنا حوس. واحنا ايش بيدنا نسوي يا حنش؟ لا نقدر نسوي كل شيء، بس اريد منكم شغلة وحدة. اريدكم باكر تجمعون للناس بباب الشرجي، كل واحد بيكم يبلغ معارفه وقرايبه، وهم يبلغون معارفهم وقرايبهم،
وقرايبهم ومعارفهم يبلغون معارفهم وقرايبهم. أريد شك واحد فقط بغداد يجي، واللي ما يجيب وياه مراية لا يجي. كل واحد يجي يجيب وياه مراية. واستجاب الناس لدعوة حنش، وكل من عنده مراية قرر ياخذها ويروح. أهو وين ماخذها؟ هاي مرايتي، اخلي عليها مكياج. يا عودة تجيبي، جبت عمرش كله تخليه مكياج. ايش حصلنا؟ خلي يحتلونا الفضائيين. وتوجهوا الناس بمراياتهم للمكان المقرر. جدو حنش، جبت لك المقطعة مالتي بيها مراية. شوف. عفي حموسي، انت سبع ولو اسمك ما عاجبني. لا هو حمودي لا هو عبوسي. وإجت اللحظة الحاسمة، وبدأ أكبر هجوم فضائي لاحتلال البلد. عراقيين استعدوا، مرايات احكي. وقدر حنش يدحر قوات الغزو الفضائي وينتصر عليهم بذكاء. لما ننتبه انه الجامة مال نظاراته عكست الأشعة، القوات الغازية رفعت الراية البيضاء وانسحبت، وراحت غزت أمريكا اللي ما عرفوا وش يسوون، لأن أول مرة بحياتهم ينغزون من قوة خارجية. وسووا نصب ببغداد يخلد الانتصار، وحضر حفل الافتتاح كل اللي شاركوا بالمعركة. ودخلت هاي المعركة التاريخ بأقل عدد خسائر، لأن من جانبنا بس عايف وشايف انجرحوا، وطبعا من ايديهم لأن جابوا مرايات معادة مو أصلية. Tell Hanish he should help us. We're free. I told him many times, sir, and he said that's not